السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. محتارة تعملي ايه النهاردة حلو على الفطار؟ هاتي لفة جلاش وتعالي معايا، هتحضريها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان مش تاخدش وقت خالص في التحضير، وهتطلع معاكي ناجحة ومظبوطة من اول مرة. كملي الفيديو للاخر، انا متأكدة ان شاء الله هتطلعي مستفاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بحضرها الشربات، عباره عن كوبايه كبيره من السكر وزيها من الميه زي ما انتم شايفين كده. برفعهم على النار، اول ما يغلوا غلوتين بنزل عليهم بنص عصره من الليمونه وشويه صغيرين من الفانيليا، وبسيبهم بالظبط 10 دقايق على نار وسط. بعد كده الحشوه اللي انت حباها والمكسرات اللي انت بتحبيها. انا هنا معايا سوداني فرمته في الكبه علشان ما يخربش معايا الجلاش، وحطيت عليه كده جوز الهند. لو حابه اي نوع مكسرات بس لازم تفرميها في الكبه علشان ما تخربش معاكي الجلاش. بعد كده معايا الجلاش من غير توريج ومن غير تعب كتير ومن غير مجهود. بكتم كده او بتني حته صغيره خالص من الجلاش وبحط الحشو بتاعي وبلفه رول. مفيش اسهل ولا ابسط ولا احلى ولا انجح من كده. مش قادره اقول لكم على حلاوته، بتكون طعمه حلو جدا وكمان سهل وبسيط على الفطار. وانت بتحضري الفطار كده يعني قبل الفطار بحوالي 10 دقايق الجلاش بتاعك هيكون جاهز. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. ورقتين اتنين بس، بكتم حته صغيره او بتني حته صغيره بحط عليها الحشو، وبعد كده بلفها بالشكل ده رول من غير توريج. يعني انا ما بحطش سمنه خالص. هنا الجلاش بحط عليه الحشو فقط لا غير، بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. خلصت الكميه كلها. معايا سكينه حاميه بقطع كده على الجد الحجم اللي انا عايزاه بالشكل ده كده. بقطع الاول وبعد كده بحط عليه السمن. معايا حوالي كوبايه الا ربع من السمنه علشان ده الجلاش كيلو بالظبط. يعني معايا حوالي كوبايه الا ربع كده من السمنه. نزلت على الجلاش بالشكل ده كده وبغلفه كويس بالسمنه، وبعد كده فرنك بيكون شغال على درجه حراره 180. بقعد حوالي بالظبط في الفرن تلت ساعه او ربع ساعه حسب تدفئه الفرن عندك. لو انت مدفيه الفرن عندك بقعد ربع ساعه. لو انت مشغله الفرن وهو لسه داخل على طول باخد تلت ساعة. بشغل الفرن من فوق ومن تحت وبخلي بالي كده علشان ما بياخدش وقت خالص في الفرن. بعد كده زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طلعته من الفرن على طول وهو لسه سخن والشربات بتاعك بارد. بنزل عليه على طول بالشربات بالشكل ده كده. جربوه وما تنسوش لو انتوا اول مرة تشوفوني كده يا ريت تنوروني بالاشتراك وكمان اللايك وكمان الكومنت الحلو، واكتبوا لي كده بتتابعوني منين بالظبط. جربوا الجلاش دي، انا متاكده طريقه الجلاش دي انا متاكده هتدمنوها. سهله وبسيطه ونتيجتها مبهره. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، شكله تحفه وطعمه احلى بكتير. يا رب يكون الفيديو افادكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.